تنسى الاشتراك معنا في القناة وتفعل زر الجرس لتتوصل بكل جديد. على إثر عزوف المستفيدين من منحة البطالة على مراكز التكوين المهني، ووقعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اتفاقية مع وزارة التكوين المهني خاصة بفئة المستفيدين من منحة البطالة. وحسب الاتفاقية فإن كل المستفيدين من منحة البطالة ملزمون بإجبارية الدراسة في التكوين لمدة من 3 إلى 6 أشهر، وتكون الدراسة حضورياً. كما ألزمت الاتفاقية إعداد قوائم المستفيدين من منحة البطالة في وكالة التشغيل وإرسالها إلى مراكز التكوين المهني من أجل إجبار المكونين الدراسة حضورياً. وأي تردد عن الدراسة يتم إقصاء المعني من منحة البطالة عقب التبليغ الأول والثاني الذي يقصي صاحبه من الاستفادة من منحة البطالة في أجل 72 ساعة. أوضحت الاتفاقية إن التكوين سيكون لكل المستفيدين من منحة البطالة لكل الأطوار الثلاثة، ابتدائي، متوسط وثانوي، والتسجيل سيكون عبر موقع مهنتي وسيكون مع موقع منحة البطالة في آن واحد. الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر 2022.